السلام عليكم. اليوم جيت بتحلية باردة أو الكيك العجيب بالفواكه، اقتصادي وبدون فرن. المقادير اللي غنحتاجو: بنانة وحدة، أناناس مقطع دواور، العنب مشكل، والجيلاتين أو بطيخة أو سويهلة اللي كان عندكم موجود. غنقطعو البطيخة ونقيوها ونقطعوها على شرائح باش نقدروا نصيروا بها ديكور في هذا القالب ديال الكيك العادي. نقطعوها بحال هكا، تكون هكا طويله على هذا الشكل. والدواور نحطوا دواور ديال الاناناس هما الاولين باش اللي نقلبوا الكيكه تجي زوينه، وبينين هادو زوينين تشوفوا معايا. تنظموا هادو فوق منهم، نحطوا العنب بين وبين كل وحده تقريبا، حيت قسمنا كل الجهه بالبطيخ وبالاناناس. تيبان زوين بحال هكا على هذا الشكل. تاكدوا بالماء مقاد مزيان بحال هكا. تنقطعوا هذه الموز او البنان، نقطعوا طراف نحطوه حتى هو نعمروا به، وكذلك نخلطوا هذا الجيلاتين حسب النكهه. انا استعملت البرتقال، نكهه البرتقال، وواحد ديال نكهه الفراوله الفريز، وخلطيه حسب كيفيه الاستعمال ديال هذا اللي تجي معها. او ممكن تستعملي الجيلاتين بدون نكهه وتزيدي النكهه اللي بغيتي. انا هنا زدت عليه كل واحد كاس الماء غالي، يعني غليت الماء. خصني نخلط كل الباكيطه بكاس غالي الماء، ولازم تاكدوا باش يذوب هذا البودر، يذوب مزيان، حيت هذا هو السر باش تنجح لك هذا حلوه الفواكه البارده. خصنا نخلطوا تنحسوا به داب، ونزيدوا الماء بارد، يكون بارد من الثلاجه، خاصو يكون بارد متلج مزيان. نحركوه ثاني، نحركو مزيان المزيج بحال هكا. نحركو مزيان، نحركو، ومن بعد ملي نحركو ونتاكدوا نشوفوا مبقى حتى شي حبيبات من التحت. انا درتو في هذا الكاس كبير ديال العصير باش اللي نبغي نكبو على هذا قالب الكيك يجي سهل. ما بغيتش نديرو فيه شي هذه طاوه مدوره ولا شي حاجه. بحال هكا هذا الشكل غيجيني ساهل باش نكبو. تنكب من الجنب بلا ما نخسر حتى حاجه من هذا الشيء، بلا بدون ازعاج الفواكه. بحال هذا الشكل. وغنخليه في مكانه على الاقل واحد 20 دقيقه. عاد ندخلو الفران، عفوا عاد ندخلو الثلاجه لمده 3 إلى 4 ساعات، ولكن من الأحسن يبقى ليلة كاملة. إلا كانوا يجوا عندك الضياف، من الأحسن ديريه الليل قبل، يعني النهار قبل ولا الليلة قبل. تنحطو بحال هكا تقريبا 20 دقيقة، ما تنحركش أبدا. وملي نحطو في هذا في الثلاجة كذلك نحاول ما نحطوش قريب الباب، نحطو داخل مزيان في الثلاجه باش مي الا بغيتي تجبدي شي حاجه من الثلاجه ولا شي حاجه ما يحصلش ازعاج، حيت الا حركتيه يخسر. وهكا الغد اللي قلبت هذه فهذا الصحن ديال الكيكه جا على هذا الشكل، تيجي راقي وزوين. وممكن تزينيه بلا كريم ولا
الشانتي ولا حسب حطيته مع هكا الوليدات. غندير ليه شويه ديال لا كريم شانتيي ولا حسب اللي عندك، بحال هذا الشكل. ما كنتش بغيت ندير ليه تزيين، ولكن هذه غير فكره. ممكن ديريو اللي بغيتي بحال هكا، تيجي زوين. تيجي راقي وعاطي العين. وكذلك قبت درت وحدين صغار، الا كانوا شي عيد الميلاد او عقيقه او الناس دراري بزاف ولا شنو، تديريه في هذاك القالب ديال الكيكات الصغار وتتجي كل وحده وحدها. انا حضرته غتشوفيه من بعد. هادي جات هو زوين، ودرت ليه نكهه واحده، ما درتش الفراوله، درت البرتقال بوحدو وجا هكا، جا في المذاق هائل هائل وما تيحشمش. جا زوين بزاف وساهل، ودرت فيه نفس هذاك اللي درت الا النكهه البرتقال بوحدو، وجا بحال هكا وعاطي العين. وان شاء الله الا كانت عندكم شي اقتراحات اهلا وسهلا، وما تنساوش الاشتراك والدعم باش يجي الجديد، ونحس انا راه شي حاجه زوينه نقسمها معكم وتقسموا معايا، نتعاونوا مع بعض. شكرا جزيلا على متابعتكم، وان شاء الله اكون في حسن ظنكم وبصحتكم وبالصحه والراحه والهنا. ومع السلامه ان شاء الله، الى اللقاء في شي حاجه زوينه تكون يا